الصيف بدأ يا جماعة، قومي بسرعة اعملي اكلات سريعة ولذيذة. اعملي بقى سبرينج رول، ده حلو قوي مع الاكلات الصيفية، كده خفيف وسهل. وممكن كمان تعمليه وتاخديه معاكي النادي وتاخديه معاكي المصيف، بيبقى طعمه جميل. وكمان بنحط فيه خضار، والخضار مفيد جدا للاولاد وهيعجبهم خالص. جربي، انا اولادي بيكرهوا الخضار، فانا عايزه اقول لكم الطريقه دي حببتهم خالص فيه. تعالوا نشوف بقى انا عملت ايه. حطيت الاول ماده دهنيه، وبعد كده حطيت شويه توم، يعني معلقه توم. طبعا الكميات يا جماعه على حسب اللي انت بتعمليه. وبعد كده حطيت جزر مفروم، انا ضربه الجزر في الكبه بس ما فرمتوش ناعم قوي. وكمان التوم كنت عاملاه في الكبه برضو. بعد كده هنشوح بقى الجزر مع التوم كده تشويح خفيفه، لان احنا عارفين ان الجزر بياخد وقت في التشويح شويه وفي السوا. والخضار بعد كده هتحطيه بمزاجك خالص، عايزه تضيفي له. انا ضفت هنا فلفل الوان اصفر، ممكن لو عندك فلفل رومي، ممكن لو عندك الفلفل الاحمر مفيش مشكله. وكمان هضيف عليه الكرنب. الكرنب بقى بيودي طعمه في مكان تاني خالص. وهنقلب ده كله مع الثوم، بجد الطعم بيبقى تحفه تحفه تحفه. زي ما قلت لك سبرينج رول ده اكله ممكن في العشاء، ممكن على غدا، ممكن وانتوا خارجين، ممكن وانتوا رايحين نادي. بصوا يعني هيفرق معاكي، وهتحسي كده ان هو سهل كده في الاكل، لانه بيبقى على فكره بيبقى مشبع. يعني ما تفتكريش ان صوابع صغننه كده زي المقبلات، يعني لا، هو بيبقى مشبع كمان. يعني خدت منه كام واحد بتحسي ان انت شبعانه. لو انت بقى حابه تعمليه سبايسي كمان، ممكن تزودي اي صوص من اللي انت بتحبيه عشان يبقى سبايسي. انا هنا حطيت كرنب، والكرنب اللي انا حطيته كرنب بتاعنا خالص يا جماعه، اللي احنا بنحشيه بالرز. انا كان عندي شويه وفرستهم في الفريزر. وبعد كده حسيت انهم مش هينفعوا في الحشو، وساعات في ورق بيتقطع مننا كده، انتوا عارفين في الكرومبه. فحسيت مش هينفع في الحشو، مش هينفع في اي حاجه، فاخدته وحطيته على الوصفه. طبعا هما كمان بيحطوا الكرومب العادي اللي هو الكرومب بتاع الكولسلو. ده حلو وده حلو. انا جربته بصراحه. الكرومب اللي انا بحطه هو كرومب مسلوق يا جماعه، مسلوق بتاع الكرومب اللي بنحشيها. وكان مسلوق، كان فايض مني كام قطعه. والقطعه دي زي ما قلت لكم انا مش هينفع احشيها، فعملتها بالطريقه دي. اللي بقى في ان انت تقلبي. طبعا الكرومب زي ما قلت لكم مستوي مسلوق قبل كده. والجزر بس هو اللي انا استنيت عليه دقيقتين مع الثوم عشان ياخد بس التسويه بتاعته. طبعا فلفل الالوان على طول بمجرد ما بيتحط كده بيدبل. هنا بقى انا هضيف ملح وفلفل اسود، رشه ملح ورشه فلفل اسود بس مش اكتر، هي دي توابله. وهقول لكم هحط ايه كمان. الحاجه بقى اللي هتخلي طعمه شبه المحلات خالص، زي اللي بناكل بره كده في فاندا هاوس والاماكن دي. بصوا الصويا صوص. الصويا صوص بقى سواء عندك الغامق او الفاتح. انا كان عندي الغامق فضفته، يبقى الفاتح معاه احلى كمان عشان الخضار يبقى لونه فاتح ما يغمقش معاكي. بس انا عندي الصويا صوص اللي هو الغامق، فضفت منه كده معلقه. زي ما قلت لكم الكميات بالنظر. وطبعا لفه السبرينج رول بتبقى كبيره وبتبقى ب15 جنيه، يعني سعرها مش غالي. انت بقى هتقعدي تلفي فيها لحد ما تخلص معاكي، او ما تخلصي. لو بقى منك ورق سبرينج رول عادي ما بيحصلوش حاجه، بيتشال في الفريزر وبتعمليه مره تانية. ما جربتش ان انا احشيه واشيله متفرز كده، ما جربتش بصراحه. بس انا جربت ان انا اشيل الورق عادي بيتشال، يعني بيقعد شويه في الفريزر ما تقلقيش منه. بصوا بقى انا كده بس بقلبه عشان ياخد من طعم الصويا صوص مش اكتر. بجد الوجبه دي هتعجبكم جدا، وجربوها يا جماعه. الوجبه دي بتعجب الاطفال زي ما قلت لكم، اللي عامه ما بيحبوش الكرنب والخضار والجزر والكلام ده، هياكلوه بالطريقه دي. بيبقى مستوي وبيبقى جوه سبرينج رول بيتحمروا سواء في الزيت، او بتحبي تحطيه في الفرن هتدهنيه بزيت كويس قوي من فوق ومن تحت وهتحطيه في الفرن. الطريقتين تمام مفيش اي مشكله. بس بس على النار لما يشرب من صويا صوص اللي انا حطيتها وياخد طعمها كده. وبعد كده هنبدا نحشي. عشان اجهز الحشو بقى بتاعنا بتاع سبرينج رول، بجهز كده طبق صغير فيه ميه ودقيق. وتقلبي الميه والدقيق مع بعض عشان خاطر لما تبداي تعملي الحشو
بتقفلي الطرف بتاعه بميه ودقيق. اهو انا بوريك السبرينج رول اهو، فردته على الورق بتاعه كده، بيبقى صغير شبه الورقه مربعه، وبتحطي في طرفه الحشو. خليكي بقى ماشيه بمعلقه عشان تعرفي انت بتحطي الكميات دي كل مره تستريحي. وبتقفليه من الطرف ومن الجنبين كأنك بتطبقي ظرف كده، وبعد كده بتحمريه. الكمية طبعا ما تبقاش كبيرة قوي على الورقة ولا تبقى قليلة برضو، عشان خاطر يبقى ايه طعمه حلو، ومش مجرد عجينة بس، ان هو بيبقى واخد خضار كمان، محشي شوية خضار حلوين. بتطبقي كده يمين في شمال زي ما انت شايفة، واخر حتة في الظرف بنقفلها. بصوا سهلة خالص، مفيهاش اي حاجة. اخد بقى ورقة تانية وبعد كمان ما اخلص شوية الخضار اللي عندي هدخل بقى على حشوة تانية. زي ما قلت لكم هو حلو قوي، اي خضار عندك بيتقبل. كمان الكوسة بتفرمي الكوسة برضو بقشر ناعم في الكبة، فسواء هتعمليه بقى بالخضار اللي انا عملته او هتشكلي خضار تاني بمزاجك، كله حلو. ممكن كمان تحطي فيه لحوم بقى، ممكن تحطي فيه لحوم، ممكن تحطي فيه حاجات كتير قوي. ممكن تحطي كمان مشكل جبن. يعني انا دلوقتي كنت اهو جبت جبن وهستخدم الجبن بقى فيه. الحشوة اللي معايا بقى اللي هكمل بيها الكمية هي جبنة وجبنة رومي. كده كانت كمية الخضار خلصت، والورقة معايا بتاعت سبرينج رول كبيرة جدا فيها ورق كتير خالص. فجبت بقى جبن عندي مشكلة كده، كان عندي جبنة مبشورة، وكان عندي جبنة اللي هي رومي، يعني رومي مبشور، وكمان كان عندي جبنة موتزاريلا. الموجود بقى الجبن اللي عندك براحتك طبعا يرجعلك. ممكن تحطي كده شوية جبن معهم فلفل رومي، بس انا حبيت كده يعني اشوف الحشوة دي طعمها ايه. برضو كان طعمها جميل وخفيفة كده، يعني اخف من الخضار شوية. وانا بيني وبينكم كنت بغرق الحشوة دي بالذات في اللي هو الصوص الحراق، الهوت صوص، طعمها تحفة. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى من اخواتي يدعولي دعوة جميلة بالشفاء، لان انا عندي ورم وبتعالج منه بقالي سنتين. فدعولي بقى دعوة حلوة من قلوبكم ان ربنا يصبرني على التعب ويجزيني بالتعب ده ان شاء الله كل خير، ويجزي كل مريض يا رب عن تعبه ويصبره على تعبه، وربنا يشفيني ويشفي برضه كل مريض، ويعيننا كده على خدمة ولادنا وتعبنا معاهم. يعني في النهاية فعلا الحاجات دي بتأثر قوي على ولادنا وخدمة ولادنا. يعني اكتر حاجة بتتعبني خالص ان انا كنت تعبانة ومش عارفة اخدم ولادي، بجد والله العظيم ببقى زعلانة قوي. اللي ربنا يصبرنا بقى على التعب يا رب، وربنا يشفينا. طبعا الحمد لله انا اتحسن عن الفترة اللي فاتت، وربنا يستر بقى مفيش اي حاجة تحصل. فبس المهم يعني بدأت بقى اقلي، خلصت كمية الجبنة وخلصت كمية الخضار وبدأت اقليهم. على فكرة انا كنت حاطاهم في الصاج عشان كنت ادخلهم في الفرن. بعد كده قالوا لي في البيت لا اقليها، مش عايزينها في الفرن. فقلت خلاص هقليها. اللي انتوا عايزينه بقى، عايزين تدخلوا الفرن، عايزين تقلوا براحتكم، ده يرجع لكم. ما بياخدش وقت خالص على النار خليها متوسطه، بلاش تبقى عاليه قوي عشان ما يتحرقش معاكي، وما تبقاش برضو نار هاديه قوي، يعني لا ده ولا ده، فاهمني؟ بس المهم طبعا بياخد لون في السريع كده، تبقي جاهزه ان انت تقلبيه وتطلعيه. زي ما قلت لكم الوجبه دي والله ما بتاخد وقت خالص على البوتاجاز، سواء تسويه الخضار، انتوا عارفين الخضار ده في ثواني يعني بيستوي لما نشوحه مع الثوم. وزي ما انتوا شايفين بس القلي برضو في ثواني. ولفه كمان هو صغير خالص، ما بياخدش وقت في اللف خالص يعني، وممكن ولادك يساعدوكي لو كبار شويه. ف يعني زي ما قلت لكم الوجبه دي خفيفه، تنفع في عشوه بالليل، تنفع كمان غدوه وجنبها شويه ملوخيه او شويه مكرونه، تنفع في حاجات كتير قوي. بصوا بقى نتيجته النهائيه بجد كان تحفه وعجب الجميع. الخضار تحفه وعجب الولاد الصغيرين الحمد لله. يا رب بقى الفيديو النهارده يكون عجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.